بنص الليل مرة كبيرة عم تلم خشب. تعالوا نشوف شو قصتها. مرحبا يا أختي، كيفك؟ شو أخبارك؟ شو عم تلمي؟ خشب مشان تدفئة. معلش علق لك مايك بس مشان الصوت يوضح صوتك. ماشي. عفوا. عم تلمي خشب ايه مشان مشان تدفئة. مع شو ما الصوبيا اللي عندك؟ عندي صوبة حطب صغيرة بتدفى عليها أنا وبنتي. انتو مين عايشة بالبيت؟ أنا وبنتي وابني. أنا وبنتي وابني قد ايه أعمارهم؟ البنت الكبيرة عندها شوية إعاقة، عندها ضمور بالدماغ. عندي شاب عمره 17 سنة. وانتي المعيلة إلهم؟ أنا الوحيدة، ما في حدا عندي. ما شاء الله عليك. زوجي متوفي، ما في عندي حدا. جوزك؟ متوفي. وكل يوم انتي بهي الحالة؟ نعم الحمد لله. بدنا نساوي. ما شاء الله عليك. الله يخليك. ما شاء الله عليك. مانك خايفة من الجو؟ لا. يعني أنا ضليت شوي عم راقبك، كلاب حواليكي، لا. نحن بالليل. لا ما بخاف الحمد لله، هي أكبر نعمة. ما شاء الله عليك. الله يخليك. وين ساكنة؟ قريب من هون؟ ساكنة بحي التربة. بيت؟ غرفة. انتي وبنتك المريضة وابنك ابني. بغرفة. تشتغلي شيء؟ أحيانا ببيع بسكوت. وأحيانا على الله. ما في معي تاني شيء، ما عندي شيء تاني. من شو حضرتك؟ أم خليل. أم خليل. في مجال شربيني فنجان قهوة عندك بالبيت أم خليل؟ يا أهلا وسهلا. فيها لبكة، فيها لا إحراج؟ لا ما فيها، بس شوي مو مزبوط يعني ما الوضع. بيأثر البيت بأصحابه يا أم خليل، الله يخليك. يسامحك. الله يخليك. بدي أطلب منك طلب تاني. تفضل. هدول ما بقى ناخذهم معنا. خلص اسمعي مني بس. ماشي. ما حتكوني بحاجتهم بإذن الله. إن شاء الله. تفضلي أم خليل. تفضل. تفضلي. هاد مدخل بيتك أم خليل؟ إيه هذا المدخل. هون ساكنة؟ إيه هون ساكنة. شو هاد؟ هذا وسخ ومي ومي وأشياء شغلة يعني عويصة. قد ايه لك بالبيت؟ صار لي 9 أشهر. قبل وين كنتي؟ كنت فوق على السطوح ساكنة. هون أحسن من الأسطوح اللي كنتي عليه؟ لأنه السطوح ما فيه سقف. ما فهمت عليكي. ما فيه سقف السطوح، فيه بس شادر. يعني كنتي عايشة بحيطان وشادر من فوق. شادر إيه. يعني بالشتاء بيزرب، مشان هيك أخذتهم. يعني فعليا أنت تحسنتي معيشتك لما نزلتي لهون؟ لا بالعكس، هي الأسوأ، بس شو بدنا نعمل؟ ما بقدر أدفع أكثر من اللي الله بيقدرني عليه الله. قد ايه أجاره هذا هي الغرفة؟ ما إيه 150. 150 ألف بالشهر. أنتوا مين عايشة جوا؟ أنا وبنتي وابني. أنت وبنتك وابنك بغرفة واحدة. حمام مطبخ فيه؟ في ماشي حاله، مو كبير المطبخ يعني، صغير كتير. فينا نفوت نشوف؟ إيه تفضل. أهلا وسهلا. تفضلي. دير بالك من المي. هذا الكرسي لمين أم خليل؟ هذا لبنتي. تفضل. أهلا وسهلا. هذا البيت أم خليل؟ إيه هذا هون ساكنة؟ إيه هون ساكنة. لوح توتية؟ لوحته. السقف؟ وهي الصوبيا هاي الصوبيا إيه. اللي بتطلعي تلمي حطب كرمالك اليوم. كرمانة إيه. أنا سامع صوت جوا. هي بنتي وجوزها ضيوف عندي. وعندهم أولاد؟ عندهم أولاد إيه. كمان بيجوا لعندك؟ بيجوا زيارة. بيضيفوا عندك؟ إيه. زيارة بيجوا عندي، بيناموا ليلة بيروحوا. قد ايه لك على هالعيشة أم خليل؟ صار لي 4 سنين. قبل شو وين كنا؟ كنت بغير مكان يعني. كنت بجرمانة بس بغير مكان، كنت شو اسمها هي، بالجناين. كان الوضع أحسن قصدي؟ إيه كان الوضع أحسن، كان زوجي موجود كان أحسن. كنتي عايشة عيشة طبيعية ببيت إيه طبيعي؟ إيه. توفى زوجك؟ هيك صرنا، شو بدي أعمل، هاي العيشة. وشايف أنت معيشة غالية وما بطالع بإيدينا شيء أكثر من هيك. اللي بنقدر عليه بنقدمه لحالنا، غير هيك ما عندي. إن شاء الله عليكي أنت قوية. الحمد لله.
وشايله حالك بحالك إيه طبعاً. وطلعتك بالليل وفوتك وعم تدوري على الحمد لله. التفاصيل. نعم، ما فهمت منك انه انت الصبح بتبيعي بسكويت ايه والمساء اللي حطب. تلمي حطب. ام خليل، هلا نحن حكينا شيء تحت الهواء، نعم. انه انت ما بدك بنتك المريضه تطلع بالتصوير، ونحن احترمنا هذا الشيء. نعم. ليش؟ خلينا نعرف بدي ليش. عين الشفقة العالم تاخذها، معلش بعد إذنك. طبعا معلش، ما بدك العالم تاخذها بعين الشفقه. نعم بتحبيها ام خليل؟ طبعا، أغلى من حياتي يا بنتي. خلينا نقعد. تفضل. قد ايه تحسي حالك مكسوره؟ كثير، بس الحمد لله الله بيجبر. هاي هيك الدنيا، يعني الواحد شو بده يعمل، يوم إلك ويوم عليك. هو يعني ناحية الكسر دائما مكسورين، بس الله اللي بيجبر. الحمد لله دخيل اسمه. راضيين بعيشتنا، المهم السترة. الحمد لله، غير هيك شو بدي أعمل، اللي بقدر عليه عملته. شو كان حلمك تصيري وانت صغيره؟ قل لك ولا ما بتزعل؟ ما بزعل. مطربة. مطربه؟ كان حلمك تصيري؟ مطربة. صوتك حلو؟ صوتي حلو، بس خلص هلا راح. خلص ما راح شيء. ما في إنسان مو مظلوم، ما في إنسان مو مظلوم، بس الله بينصر المظلوم. الحمد لله، غير هيك شو بدنا نعمل يعني. احكي لي عن تفاصيل المعيشه. شو عم تاكلي؟ شو عم تشربي؟ والله يوم حسب ما بجيب رزقتي، يوم مثلا شوربة عدس، يوم مثلا فركة بطاطا، يوم بيض، حسب. براءة بدها أدوية؟ إيه. بدها عناية؟ إيه. كيف عم تدبري حالك؟ الله بدبر. أهل الإحسان كتار، يعني بس بيحسن علي الجيران، ناس بعرفها مثلا تبعت لي. تقريبا قديش كلفة الأدوية لبراءة شهريا؟ يعني مو تحت 100,000. شو المرض عندها الأساسي؟ ضمور دماغي. خلقي من الولادة؟ لا، هي جتها سخونة قوية، عملت معها اختلاج، صارت هيك. الحمد لله منيحة ماشي حالها. تحسي حالك مقصرة تجاهها؟ ايه اكيد، دائما مقصرة، اكيد دائما مقصرة. هي الوحيدة اللي لازم اكثر شيء تندعم بالبيت، سواء اكل، شرب، لبس، عناية، اي شيء. هي الوحيدة اللي لازم تندعم، لأنه هاي صفة بركة البيت. بس هي دائما بتقول لي روحي الله يرزقك، هاي بتكفي. أنت طالعة من البيت؟ أنا طالعة وأنا نايمة وأنا فايقة. شو بتقول لك؟ الله يرزقك. شو بتحسي أنت لما تسمعيها؟ بفرح بس تقول لي هيك، تطلع الكلمة حلوة منها، بحبها أنا أكثر شيء. ما شاء الله عليك هالضحكة، رغم كل شيء ضحكتك ما بتفارق وشك. شو بدنا نعمل طيب؟ شو يعني إذا بنبكي بده يتغير شيء بالحياة؟ ما بتغير، تضحك للدنيا تضحك لك. بتطلعي هيك حواليك، شو تحسي ناقصك؟ الحمد لله مو ناقصني غير رحمة الله، ناقصني شيء هلا. عندك براد؟ لا. عندك غسالة؟ لا. عندك غاز؟ سفري، بس صار لي والله شهرين عم اطبخ على الصوبيا. لو انا معتازه، في ناس معتازه اكثر مني يمكن. ايه الحمد لله رضيانه بعيشتي، بظل الله هيك بده رضيانه. أنا طول عمري بسمع بالمرة اللي بتسوى 100 زلمة. اليوم أنا قاعد معه. الله يخليك يا رب، هذا من لطفك. شايفة هذا البيت الواحد بيشوفه مكركب ناقص كل شيء، بس لما يشوفه بعيونك ويسمعه من كلامك بحسوا أحلى قصر بالدنيا. الحمد لله يا الحمد لله. أولادك علمتيهم القوة؟ للأسف لا، ما في غير عند بنت وحدة قوية بس طالعت لي، أما الباقي لا، بده مين يعينه. وأنت المعين الوحيد لهم. أتمنى إنه الكل يكون هيك، وكل أم تكون هيك، لأنه الأولاد بدها صبر، شو بدها صبر، بدها عناية، وأنت وحظك عاد بيطلعوا الأولاد من ناحية ما من ناحية. لا مالي حظ، دائما منسية تعبي، معلش بكرة بيكبروا بيعقلوا بيصيروا. دائما بقول له لابني اليوم في أم بس بكرة ما في، مش ما عم يفهمها هاي الكلمة. ما شاء الله ابن بنتك؟ ايه ابن بنتي. انت اللي كنت عم تبكي؟ ايه. مستغرب بالكاميرات يمكن. مستغرب بتضوي زيادة عنا. كمان عايشة بلا ضل. ايه الحمد لله.
ماني عرفان شو بدي اقول لك يا ام خليل، ماني عرفان من وين بدنا نبلش. بس اليوم نحن رح نحاول نساهم بتغيير جزء من حياتك. شكرا لكم. تجيبي صوبيا جديدة ان شاء الله، تجيبي مواد تدفئة، ان شاء الله، تجيبي فضلكم أدوية ان شاء الله، لبنتك. فضلكم كتر خيركم. انت ما شاء الله عليكي ست قوية الحمد وبتعرفي لله. تدير الامور. اكيد. تفضلي ام خليل. ان شاء الله هذا لا تشوفي صغير، هذا عملة جديدة ها. شكرا لك. ان شاء الله نكون قدرنا بس نترك اثر صغير شكرا بحياتك. شكرا كثير لكم. شكرا. نحن هذا البرنامج اللي عم نعمله اسمه اثر. هذا البرنامج برعاية منصة اسمها منصة سما المجد التعليمية. هي مختصة وموجهة لطلاب التاسع والبكالوريا. عم تنقل التعليم لمرحلة تانية مريحة للطالب. بتخلصه من كل المعوقات اللي الحمد لله، ممكن توقف كتير منيح. بوشه، لأنه يمكن العلم هو أساس طبعا كل العلم شيء. نور. حبت منصة سما المجد التعليمية تترك هذا الأثر البسيط بحياتك. شكرا كثير لكم وفضلتوا علينا. شكرا لقوتك وشكرا لوجودك. يخلي لي اياك وجودكم انتم. نحن بنكبر فيك يا أم الله خليل. يخليك، وانا بكبر فيكم. كان لي الشرف بزيارتكم اليوم. يا الله، اهلا وسهلا. بدنا بغير كيف ما كان البيت بأصحابه. يخلي لي اياك. خلي لي إياك. يلا عن إذنك. اذنك معك.